هو ايه حوار مبادره ابدا بتاع الصناعه ده؟ اللي انا اعرفه ان احنا عندنا مصانع كتيره في البلد مقفوله. هو ايه الكلام؟ انا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. يعني عيب قوي لما نبقى اكتر من 104 مليون عايشين على ارض مصر وبنستورد كل حاجه من بره وبندفع ثمنها مليارات الدولارات. وضع الصناعه المصريه كان عامل زي الجثه الهامده اللي مفقود فيها الامل، وكان مستحيل الوضع يتغير بشكل كامل مره واحده. علشان كده كان لازم يكون في كورس علاج نمشي عليه زي اللي حضرتك بتاخده كده لما بيجيلك دور برد. وكانت واحده من الادويه دي هي فكره المبادرات اللي عامله زي عربيه القطر اللي بتجر وراها طابور طويل. افضل مثال على الموضوع ده هو مبادره ابدا لتطوير الصناعه المصريه. المبادره دي هدفها توطين الصناعه الحديثه، تقليل الفجوه الاستيراديه، وتوفير فرص عمل، وده هيتم من خلال تعزيز دور القطاع الخاص. ابدا شافت الوضع كده وقالت انها هتشتغل على 3 محاور. هي ايه محاور عمل مبادره ابدا لتطوير الصناعه؟ المبادره دي اتقسمت ل3 محاور، ونبدا بالمشروعات الكبرى. المحور ده بيقوم بعمل شراكات ما بين كبار المصنعين والمستوردين، سواء في مشروعات موجوده عايزه تطوير او مشروعات جديده. المبادره نجحت انها تجمع مصنعين متنافسين جوه قطاع واحد علشان يوطنوا صناعه متقدمه بتتطلب الانتاج بحجم كبير، يعني كلهم يكملوا بعض ويصنعوا وينزلوا للسوق المحليه ويصدروا كمان. في محور تاني هو دعم الصناعه. عندنا عشرات المصانع يا اما متعثره يا اما مخالفه وما بتنتجش او مش قادره تنافس في السوق. هنا مبادره ابدا بتشتغل على حصرهم علشان تبص لكل مصنع لوحده وتعرف هي ممكن تساعده ازاي، ده لحد ما يقف على رجله. زي ما قلت لك مبادره ابدا لتطوير الصناعه اشتغلت على 3 محاور، ودلوقتي هكلمكم عن محور البحث والتطوير والتدريب. محدش بيختلف على مهاره العامل المصري، ولكن للاسف مفتقدين للتدريب والتطوير، ده علشان يقدروا يشتغلوا على مكن حديث وتكنولوجيا متطوره. ابدا شافت المشكله دي وحطت ايديها عليها، وده بالتالي هيسمع في فرص عمل لائقه بعوائد مناسبه. حد هنا يجي يقول لي طب ما تقول لنا اي حاجه من المبادره دي عملتها بدل كلام الكتب ده، ولا انت خايف عليها من الحسد؟ على ارض الواقع هي مبادره ابدا لتطوير الصناعه دي بتعمل ايه؟ اديك على سبيل المثال تاسيس شركه العالمين لمنتجات السيليكون. من ضمن الحاجات المهمه للمبادره انه اتعمل اتفاق مساهمين ما بين شركه ابدا لتنميه المشروعات ووزاره البترول متمثله في عده جهات، وده علشان ياسسوا شركه العالمين لمنتجات السيليكون، وداخل معاهم وزاره قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص. الموضوع ده كل هدفه اقامه مشروع مجمع لانتاج السيليكون ومشتقاته بتكلفه وصلت 700 مليون دولار. ايه ده 700 مليون دولار في السيليكون؟ هو اي صرف وخلاص؟ للاسف انت مش عارف الموضوع ده مهم قد ايه وبيدخل في صناعات عامله ازاي. احب اقول لك ان ده واحد من اهم المشروعات اللي بتتعمل دلوقتي. لو عايز تعرف اكتر عن مشروع السيليكون اكتب لي في الكومنتات وانا هعمل لك حلقه عن الموضوع. وهنا السؤال الصح، تفتكر احنا ممكن نعمل ايه تاني عشان نطور الصناعه عندنا؟ سلام.